السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في مجند شاف قطة كده بتجري ورا فار، فالفار دخل جحر صغير القطة متعرفش تخش منه، فالقطة غابت مستنية الفار ده وقت كتير وشعرها واقف. شفت انت كده لما في قطة بتتعارك مع كلب بيجري وراها، شفت شعرها واقف ازاي؟ كان شعرها واقف كده وغاب فترة كتيرة، والقطة واقفة مستعدة انها تاكل الفار ده، وفيها كلها همة وعزيمة إن هي تجري ورا الفرد ده كمان. فالمجند ده جات له كده خاطرة وفكرة في دماغه، كان بيقول فيها: يا مسكين، ألم تحصل في الهمة درجة هرة؟ وإذا حصلت أيكون مطلوبك كمطلوبها؟ انت عاوز الجنة، هي عاوزة لقمة بس كده تاكلها تمشي بيها حالها بيت اليوم. انت عاوز شفاء قلبك وجسدك، هي عاوزة لها حاجة كده بس تمشي بيها يومها. انت عاوز الباقي، انت عاوز الاخره، عاوز الجنه، هي عاوزه حته لقمه تقضي بيها حالها، هي عاوزه حاجه فانيه. ومع ذلك عزيمتها اعلى من عزيمتك وهمتها اعلى من همتك. ازاي؟ ده ربنا قال في سوره الاسراء: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني ربنا مفضلك على القطه دي ومع ذلك همتها اعلى من همتك. ازاي؟ يا بطل، يا بطل، خلي همتك عالية. احنا في رمضان، وان شاء الله العشرة الاواخر من رمضان جايين هم، وليلة القدر فيهم خير من 1000 شهر. 83 أو 84 سنة من حياتك في ليلة. لو قمتها لو قمتها صح خلاص انت كده فزت. خاب وخسر من أدرك ليلة القدر والله العظيم ولم يشفع له ولم يغفر له، والله العظيم. فانت همتك معانا شوية، حتى لو بعد رمضان، وانت دلوقتي تتفرج عليه بعد رمضان وانت برضو ما بتصليش او كده، لا همتك معانا. همتك ده صلاة يا جدعان، ده قرآن. لازم همتك في الحاجات دي، ما تخليش القطة همتها اعلى من همتك. والقطة اصلا عاوزة حاجة تقضي بيها يومها، حتة فار صغير ده اهو، هتاكله شوية هتوديه بقى في مكان ما توديه. انت عاوز الجنة، فما تخليش همة القطة اعلى من همتها. تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.